أهلا بيكم في شرح النهاردة. كتير مننا لما بيسمع كلمة ذكاء اصطناعي أول حاجة بتيجي في باله هو الشات بوت، يعني مجرد شاشة شات بتسأله سؤال ويرد عليك. لو ده تصوركم فالكلام اللي هنقوله النهاردة هيغير المفهوم ده تماما. احنا مش جايين نتكلم عن الشات بوت، لا، احنا هنتكلم عن الجيل اللي بعده، ال AI Agents، وده هو المستقبل الحقيقي اللي كل الشركات الكبيرة بتجري عليه دلوقتي. طيب خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول. أول سؤال بيخطر على بال أي مهندس أول ما يسمع مصطلح AI Agent هو لحظة واحدة، إيه ال AI Agent ده؟ مش مجرد اسم جديد وشيك للشات بوت اللي احنا عارفينه؟ والحقيقة ده سؤال في محله جدا، لكن الإجابة قاطعة لا. الفرق بينهم مش مجرد اسم، ده فرق جوهري في طريقة الشغل نفسها. التحول الأساسي والنقلة كلها بتتلخص في جملة واحدة. إحنا بنتحرك من مرحلة إعطاء أوامر أو instructions لمرحلة تحديد النية أو الانتنت. يعني إيه الكلام ده؟ مع الشات بوت أنت لازم تمشيه خطوة بخطوة، تقول له اعمل كذا ولما يخلص تقول له اعمل الخطوة اللي بعدها. لكن مع الايجنت الموضوع مختلف تماما. أنت بتديله هدف نهائي، جول واضح، وهو بيتصرف. بتقول له أنا محتاج تقرير كامل عن أحدث التوجهات في مجال الماشين ليرنينج، مش بتقول له روح ابحث في جوجل وبعدين لخص أول 5 مقالات تلاقيها. هو لوحده بيفهم الهدف ويحط خطة وينفذها. وهنا بالظبط بيوضح الفرق الأهم. اللارج لانجويج موديل أو ال LLM نقدر نعتبره المخ، هو اللي عنده المعرفة والقدرة على التحليل والتفكير. أما ال AI agent فهو المخ ومعاه إيدين ورجلين. عنده المخ اللي هو ال LLM، لكن الأهم عنده القدرة إنه يخطط ويستخدم أدوات حقيقية أو tools، زي إنه يبحث على الإنترنت أو يكتب وينفذ كود ويتخذ قرارات بناء على النتائج اللي بيشوفها. تمام. بما إننا فهمنا الفكرة العامة، يلا بينا نبص على الموضوع من منظور هندسي بحت. إزاي بنبني أجن فعلا؟ الموضوع مش سحر ولا حاجة، بالعكس هو أقرب للهندسة البرمجية اللي متعودين عليها. له تصميم وبنية واضحة جدا، وده اللي هنستعرضه دلوقتي. أي ايجنت بيتكون من 4 أجزاء رئيسية. تخيلوا معايا إنكم بتكتبوا جوب ديسكريبشن لموظف ديجيتال خارق. أول حاجة الرول، دوره إيه بالظبط؟ هل هو باحث خبير ولا محلل مالي؟ تاني حاجة الجول، الهدف اللي لازم يحققه ولازم يكون واضح ومحدد جدا. تالت حاجة ودي بقى بتديله عمق، هي الباك ستوري، دي بتديله سياق وخلفية عشان يتبنى شخصية معينة في شغله. يعني لو دوره خبير تسويق، الباك ستوري ممكن تكون أنا خبير تسويق رقمي عندي 10 سنين خبرة في حملات السوشيال ميديا للشركات الناشئة. ده بيوجه طريقة تفكيره وقراراته. وأخيراً ودي أهم حتة، التولز، إيه الأدوات اللي مسموح له يستخدمها عشان ينفذ مهمته، زي إنه يعمل بحث على الويب أو يستخدم API معينة عشان يجيب بيانات. جميل، عرفنا مكونات الايجنت. السؤال بقى، ازاي بيستخدم المكونات دي عشان يشتغل لوحده؟ هنا بيظهر مفهوم الايجنتك ورك فلو او دورة العمل الذاتية. دي هي العملية اللي الايجنت بيمشي عليها بشكل مستقل تماما عشان يحول الهدف اللي اديتهوله لنتيجة ملموسة. الايجنت بيشتغل في حلقة تكرارية مستقلة أو autonomous loop. أول حاجة بيعمل بلان، بيحط خطة عمل وبيكسر الهدف الكبير لمجموعة مهام صغيرة ومنطقية. ثانياً، لكل مهمة بيعمل سيلكت، بيختار الأداة المناسبة ليها من صندوق الأدوات بتاعه. ثالثاً، بينفذ، بيعمل execute للمهمة دي باستخدام الأداة اللي اختارها. رابعاً، بيراقب، بيعمل observe، بيشوف نتيجة التنفيذ، هل المعلومة اللي جابها مفيدة، هل حصل خطأ وهو شغال. وأخيراً ودي نقطة قوته، بناء على اللي شافه بيعمل refine الخطة الأصلية، يعدل مساره ويكرر نفس الدورة دي تاني وتالت ورابع لحد ما يوصل للجول النهائي. دي مش مجرد ردود آلية، دي عملية تفكير وتصرف وتعلم مستمرة بتحصل لوحدها. والكلام النظري ده كله بيترجم في النهايه لكود بسيط جدا زي ما احنا شايفين. باستخدام فريم ورك زي كرو AI احنا حرفيا بنعرف المتغيرات اللي لسه متكلمين عنها، بنحدد الرول والجول والباك ستوري، وبنديله التولز اللي هيستخدمها زي اداه البحث دي. الكام سطر البساط دول كافيين انهم يخلقوا ايجنت حقيقي عنده القدره انه يبحث ويجمع معلومات ويكتب تقرير متكامل، كل ده لوحده. وده بينقلنا لأهم نقطة للمهندسين والمطورين. الايجنتس مش مجرد أداة جديدة بنضيفها لمكتبة الأدوات بتاعتنا، لا، دي نقلة نوعية، بارادايم شيفت في طريقة تفكيرنا في تطوير البرمجيات نفسها. احنا بننتقل من عالم كتابة الكود سطر بسطر لعالم تصميم وتنسيق أنظمة ذكية كاملة. المستقبل مش في كتابة فانكشنز معزولة، المستقبل في تصميم فرق عمل كاملة من الايجنتس. دور المطور بيتغير، بيتحول من مجرد كاتب كود إلى مهندس معماري بيصمم أنظمة ذكية ومستقلة. الشطارة الجديدة مش هتكون في كتابة خوارزمية معقدة، لكن في القدرة على تعريف الأدوار والأهداف بشكل صح. هنبني فرق كاملة من الايجنتس اللي بتتعاون مع بعض زي ما بنشوف في كرو AI عشان تعمل اوتوميشن لورك فلوز معقدة من أولها لآخرها، مش مجرد مهمة صغيرة. وفي النهاية السؤال اللي كل مطور محتاج يسأله لنفسه اتغير تماما. السؤال ما بقاش هل أقدر أكتب الكود اللي يعمل المهمة دي؟ لأ،
السؤال الجديد والأهم هو هل أقدر أصمم وأجمع فريق الايجنتس الصح اللي يحقق الهدف ده؟ دي هي العقلية الجديدة، وده هو المستقبل اللي بيتكون قدام عينينا دلوقتي، والفرصة متاحة للجميع عشان يكونوا جزء أساسي منه.